لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، نحن في هذا الزمان وفي هذا الأوان وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثر موت العلماء، والعلماء أيها الإخوة سرج الزمان، بهم تحيا البلاد تصح المعاملات وتصح الأمور وتصح العقائد والأحوال. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الخير تصلحها، فإن تولت فبالجهال تنقاد. ومن علامات الساعة أيها الإخوة موت العلماء، كما أخرج البخاري ومسلم في الحديث: بين يدي الساعة قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثرة الفتن وكثرة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. ويفسره حديث رسول صلى الله عليه وسلم أيضا الثاني الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، ولا ينتزع الله العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فضلوا وأضلوا. فهذه هذه الأزمان وهذا الأوان أيها الإخوة قد كثر موت العلماء. في هذا اليوم مات شيخنا وحبيبنا الشيخ عبيد رحمه الله تعالى، العلامة المتواضع، العلامة الذي ينصف من نفسه، العلامة الذي لا يحب الثناء. فلقد حضرنا مجلسا معه رحمه الله تعالى، وقد دعوناه إلى الفندق وجاء فأعطى كلمة عامة، فكان من التقديم قدم له المقدم فقال له: قال: أعرفكم بالشيخ العلامة المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. فما أن أخذ الكلام إلا وهو يقول: أنا عبيد ابن فلان ابن فلان الجابري، هكذا سماني أبي. وقال: أشهد الله والملائكة ومن حضرنا. وكذلك كان ينصف من نفسه رحمه الله، كان رجاعا قائلا بالحق رحمه الله تعالى. فيوما قد ذكر حديثا في السنة قبل صلاة الظهر، فكلمه بعض الإخوة
في الطريق فقالوا له: يا شيخ، قد تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح هذا الحديث. فقال: وأنا أرجع أيضا، أين هذا؟ فذكروا له المكان الذي ذكر فيه الشيخ الألباني تراجعه، فما كان منه إلا في الجلسة الثانية إلا قال: يعني أنا قلت كذا في الجلسة السابقة وأنا أقول اليوم كذا وكذا. فرحمه الله رحمة واسعة، وأحسن عزاءنا به، وأحسن عزاء المسلمين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. فما هو واجبنا أيها الإخوة؟ إذا سمعنا الأخبار وسمعنا بهذه الأخبار التي تفيد بموت العلماء رحمهم الله تعالى، ماذا يفيدنا أيها الإخوة؟ يفيدنا أن الساحة تحتاج إلى العلم، وأن الماء الميت لا يقوم مقامه غيره. العلماء الكبار عندما يموتون لا يخلفهم مثلهم. وهكذا يا إخوة، هذه المصيبة العظيمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، كانت أم أيمن قد ذكرت أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن خبر السماء قد انقطع. يا أخو، هذه مصيبة عظيمة. والله العلماء آباؤنا، وهم من الاشتياق إليهم ومحبتهم والله الشيء الكثير عندنا. لكن والله يا إخوة، الذي هو أعظم من ذلك هو ذهاب من يقوم بهذا المقام العظيم من الصدع بالحق والرد على المتلاعبين والمتنصبين بالباطل، والذين شوهوا وأرادوا تشويه الدعوة السلفية. هذا المقام ما يقومه إلا هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فإذا ماتوا من يخلفهم؟ يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه، قال: كيف يذهب العلم؟ إذا ذهب الأول ولم يتعلم الآخر ذهب العلم، يهلك العلم. وهكذا أيها الأخوة، فنحن نحتاج إلى الساحة، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى أهل علم، إلى دعاة، إلى طلاب علم متقدمين يرفعون هذه السنة ويذبون عنها ويدافعون عنها ويحامون عنها ويردون على المخالفين بعلم. وهكذا كانت ردود العلماء أيها الأخوة، تتسم بالعلم، وردوا على كثير من أهل الشبه. والله كم من فتنة قد أماتوها، ولولا أن الله تعالى أرصدهم لما ماتت ولا تشعبت، ولكن الله تعالى قمعها بهم، كالشيخ ربيع والشيخ عبيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيا أخوة، نحن بحاجة إلى أهل علم، إلى أناس صادقين، إلى أناس مخلصين، إلى أناس قصدهم العلم، قصدهم وجه الله، تعلمهم لله، يريدون وجه الله، يريدون نصرة هذه السنة والدفاع عنها. لأن العلم كالسلاح أيها الإخوة، العلم كالسلاح. فإذا يقول الشيخ المجدد رحمه الله: وإنما يخشى على الموحد الذي لا يحمل معه السلاح. فاليوم يا أخوة، الدعوة السلفية تفقد رجالاتها، تفقد علمائها، تفقد الأنوار، تفقد هذه السرج التي تضيء الطريق. والله يا إخوة،
العلماء تعلمنا منهم. والله يا إخوة، خصوصا الشيخ عبيد، والله تعلمنا منه الكثير في العلم، والله في الأدب، والله حتى في طريقة التعامل مع المخالفين، والله تعلمنا منه ومن قواعده من كتبه ومنه مباشرة، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. أيها الإخوة، نحتاج اليوم أن تتكاتف الجهود في طلب العلم وتعليمه ونشر السنة والدفاع عنها. فهذا الهجير الذي نحن بصدده ونحتاجه والله يا أخوة، وهذا عزاؤنا إذا قمنا بواجبنا في طلب العلم. اليوم الدعوة السلفية تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى أهل علم، تحتاج إلى دعاة، تحتاج إلى طلاب علم متقدمين. وهذا لا يأتي يا أخوة بالحماسة فقط ولا بالعاطفة فقط، وإنما يأتي بالجد والاجتهاد، تحصيل العلم من أهله وأخذه، والقراءة القراءة 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 يا أخوة. الجلوس الدورات لا تصنع منك طالب علم، لا تصنع منك طالب علم فقط. والله يا أخوة، أكثر الكفل على القراءة. اقرأوا، مع أن هذه لابد منها، ولا يمكن أن ينشأ طالب علم إلا بالدورات، لأن هذه تعلمك طريق العلم وتوطئ لك الطريق، وكذلك ترسم لك الخطوط العريضة للعلم. لكن يا أخوة، لابد من القراءة والطلب، كثرة القراءة والجلوس والقراءة المتواصلة، وأن يكون لك يوميا، أن يكون دأبك يا طالب العلم، أن يكون دأبك القراءة، تقرأ وتقرأ هكذا، يعني بالطلب، بالتدرج، وبتفهم، وبإقبال، وبفهم، وبتسجيل فوائد. فما من كتاب إلا وكل الكتاب تستفيد أو أكثره، وإلا يا أخوة ما يكون طالب علم بكثرة الكتب. وحتى لو قرأت ما قرأت ونسيت، قرأت وذهب، ماذا يغني؟ يا أخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا من علمائنا، أسأل الله تعالى أن يحفظ الباقين وأن يرحم الميتين، أسأله جل وعلا أن يرفع درجاتهم في عليين. الله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل